كل ترحاب نقول أهلا وسهلا فيك الدكتورة فاطمة بوهراكا من دولة المغرب. أهلا وسهلا فيك. كنت إحدى المشاركات في هذا المنتدى الذي جمع عدد من المثقفين والنقاد العرب في منتدى الشعر العربي بالطائف. لو تعطينا انطباعك عن هذا المنتدى وأيضا الانطباع الذي خرجت فيه في الساعات الأخيرة التي نقف فيها. سعدت جدا بمشاركتي في هذا الحدث العربي إن لم أقل الدولي المهم جدا في مجال الشعر، وقد تشرفت بالمشاركة بمحاضرة تحت عنوان أهمية الشعر العربي، أهمية التوثيق للشعر العربي المعاصر. وقدمت محاضرة تناولت فيها أهمية هذا الشعر، عوائقه، وأيضا تطرقت للشعر العربي بشكل عام والشعر النسائي بشكل خاص. وهنا أريد أن أبشر ساكنة المملكة العربية السعودية أن المرأة الشاعرة السعودية تربعت على عرش الشعر العربي طباعة من خلال الشاعرة القديرة الأميرة سلطانة بنت عبد العزيز السديري، التي قامت بطباعة أول ديوان شعر نسائي في الجزيرة العربية بأسرها عام 1956، كما توصلت من خلال كتاب الرائدات في طباعة أول ديوان شعر نسائي عربي. شكرا لك، يعطيك العافية وشكرا لمشاركتك ووقتك.